الشجاعة في مصر القديمة الحقيقة لها أكتر من قصة جميلة ورائعة، ولها علاقة بالانتصارات والإقدام في التاريخ العسكري المصري القديم العظيم. الجيش في عهد الملك جسر أو زوسر كما يطلق عليه كان بيتبع وقتها في الأسرة الثالثة. بنتكلم في حوالي يعني رقم من آلاف السنين. بنتكلم في حوالي 3000 إلا قبل الميلاد. بنتكلم يعني في حدود 4000 سنة تقريبا. فكان الجيش في عهد جسر أو زوسر اللي هو صاحب الهرم المدرج كان بيتبع حكومة مركزية. احنا أول حكومة مركزية في العالم، يعني احنا مصر عملت توحيد ما بين القطرين الجنوب والشمال، واتعملت حكومة مركزية تحكم البلاد. ده نظام سياسي وقتها على أعلى مستوى، لأن احنا بنتكلم في آلاف السنين. فالجيش في وقتها كان بيتبع الحكومة المركزية. احنا ده مش مختلف عن اللي بيحصل دلوقتي، لأن احنا عندنا دلوقتي وزارة الدفاع. وزارة الدفاع أو وزارة الحربية من مدة مثلا كانت لها علاقة برضه، هي وزارة في الحكومة. وكانت الوحدة العسكرية الصغيرة في أثناء الدولة القديمة كلها، بقى الدولة القديمة دي من الأسرة الثالثة للأسرة السادسة، كانت مؤلفة من الجنود. وإحنا كان عندنا نظام تجنيد في مصر القديمة برضو. إحنا يعني اخترعنا فكرة التجنيد وابتكرنا فكرة التجنيد. فكان عندما يقبل الشاب في الجيش المصري كان بيطلق عليه لفظ نفرو، نون فاء راء واو، نفرو. نفرو بالهيروغليفي يعني الشاب. النفرو يعني شبان الصالحين. النفر يعني الشاب الصالح، كان يطلق عليه نفر. وكان بيقود الوحدة العسكرية ديت رئيس خراب، كان اسمه كده بالهيروغليفي التايتل ده يعني. وكان بيتألف من الوحدات ديت سرايا، سرية جمعها سرايا. وأطلق على قائد السرية خريب عبر النفر. وكانت السرية بتعتبر هي الوحدات التكتيكية اللي في الجيش. وجه بعد كده بقى سنفرو المؤسس بتاع الأسرة الرابعة وأبو الملك خوفو. وسنفرو ده طبعا صاحب أول هرم متكامل في التاريخ في منطقة دهشور، وصاحب الهرم المنحني الرائع برضه في دهشور. فلما جه كمل بقى النظام الدفاع عن البلاد، فبنى القلاع في الجنوب والشمال. وأطلق على القلاع ديت قلاع سنفرو، يعني أطلق عليها اسم ملك مصر، قلاع سنفرو. و وده علشان يعني يحمي البلد من اي هجمات او من اي غزوات. وكان في الاسره الرابعه بقى اللي هو مؤسسها سنافرو، كان على راس الجيش بتاع البر اللي هو الجيش البري بقى، كان يبقى لقب اسمه ايمير، اي ام واي ار. يعني هتتكتب كده اي ام واي، وبعدين تحطوا شرطه وبعدين حرف الار، وبعدين مشع، امير مشع. وكان في الغالب بيبقى يا ابن الملك، وغالبا بيبقى ابن الملك. وقعدت بقى في عهد الأسرة الخامسة النظام دوت ماشي. والمجندين كانوا بيعملوا وبيتكون منهم الوحدات، وفي رئيس الوحدة. وبدأت التايتلز بقى تبقى كتيرة جدا، لدرجة ان في عالم اجنبي درس حاجة و60 رتبة عسكرية في الجيش المصري القديم. كده تمام التمام، وربنا يبارك لكم يا رب ويوفقكم، وعلى البركة إن شاء الله.